كل سنه وانتم طيبين. بمناسبه العيد الكبير عملت لكم كبده ضاني اسكندراني من غير ريحه زفاره خالص. حضرت طاسه بقى فيها معلقه من السمنه البلدي، معلقه من الزيت، سبتهم يسخنوا كويس قوي، وجهزت التوابل بتاعتي بقى: معلقه من الفلفل الاسمر، معلقه من الكمون، معلقه من الكزبره، وعدد 4 فصوص توم. ضربتهم في الكبه وجهزتهم كده. دي الكبده بتاعتي بقى متقطعه كده طازه فريش. حطيت عليهم بقى الحاجات بتاعتي اللي انا حطيتها في الكبه، وعليهم نص فنجان من الخل ونص فنجان من الليمون بالشكل ده. سيبيها 5 دقايق كده على ما السمنه والزيت يسخنوا كويس قوي. انا عايزه السمنه والزيت بتوعي يسخنوا كويس قوي قوي. طبعا الكبده الضاني بتاعتنا مصدر جيد لفيتامين الف وحمض الفوليك والحديد والنحاس والزنك والسيلينيوم والبروتينات والدهون المشبعه. كمان هي غنيه بفيتامين بي 1 وبي 2 وبي 5 وبي 6 وبي 12. حطيت بقى الكبده بتاعتي كده على السمنه بتاعتي وهي سخنه كويس، السمنه مع الزيت كده. انا مش عايزه اقلب الكبده بتاعتي، لا هحطها كده لحد ما احس ان الجنب من تحت بدأ لونه يتغير. هقلبها بقى كده بالشكل دوت كده 3 دقايق بالظبط. انا حسيت ان الفلفل الاسمر قليل شويه وكنت ناسيه بصراحه، فحطيت شويه كده على الكبده. ده جهزت بقى الفلفل بتاعي، انا فلفل شطه على فلفل اخضر مقطعاه رفيع خالص بالشكل دوت. هديله تقليبتين كده بس في الكبده. يعني انا الكبده ما بتاخدش 7 دقايق بالظبط تسويه، كل ده على نار عاليه بالشكل ده. انا لو وطيت على الكبده هتنزل ميه. قلبت الفلفل كده دبل وبقى بالشكل دوت. الريحه خطيره بصراحه. كده الكبده بتاعتي اصبحت جاهزه، ما خدتش 7 دقايق بالظبط. احط بقى الملح بتاعي المناسب، حاجه بسيطه لان انا حاطه ليمون على الكبده في الاول، فاراعي كده الموضوع دوت واظبط الملح بالشكل ده. حاجه بسيطه خالص، ممكن ما تحتاجش ملح. انا بدوقها الاول. وبقت الكبده بتاعتنا بقى بعد ما استوت وجهزناها وزوقناها بالشكل ده كده خطيره وريحتها جميله خالص، مفيش ريحه زفاره خالص رغم ان هي كبده ضاني بالشكل ده كده مع الطحينة بقى. الله، طعمها خطير وجميلة ومظبوطة جدا. ده شكل الكبدة بتاعتنا بقى. لو عجبتكم متنسوش تدعمونا بلايك وشير وسبسكرايب.